ساعات بشوف امهات بترزق ببنات ما ربنا ما بيرزقهاش بولد. بس خليني اقول لكم اكيد ربنا ليه سر وحكمته، لانه ممكن كان يديكي ولد ويديكي كل شيء وحش في الولد ده، فاسد، مؤذي، بتاع مشاكل، حاجات كتير جدا. وانتي في قلبك من جوه نفسك يكون ليكي ولد من ظهرك او من صلبك او سند ليكي، وانتي ما تعرفيش ربنا بعده عنك ليه. لانه هو في امهات ربنا بعت لهم ابناء بصراحة اولاد هم سبب شقائهم في الدنيا. يعني سبب انه الناس كرهتهم بسبب ولادهم دول، بيكونوا سبب معايرة ليهم. مش كل من خلفت ولد اترفعت راسها فوق، ومش كل من خلفت بنت انكسرت راسها في الارض. ساعات البنت بتكون احسن من الولد بكتير، ودلوقتي ما بقاش في زمن الولد والبنت مادام محافظين على القيم والمبادئ والاخلاق. ربنا يكرمك ببنت تصونك وتكوني سبب دخولك الجنة أحسن ما يكرمك بولد يكون سبب تعبك في الدنيا. وكفاية لو عيتك عليه وخوفك عليه دوت مش هيهنيك في دنيتك. فربنا ما رفعش عنك الولد او ما رفعش عنك خلفة الولد الا للخير ليكي، لانه كان هيبقى شقاء في الدنيا والاخره. عايزه اقول لكل ام انت رزقت ببنت فانت اعظم ام. ربنا رزقك بازواج بنات صالحين، ده كمان اعظم شيء ربنا يعني رضى عليك فيه. فالصراحة ربنا يبارك لك يا رب في بنتك وفي جوز بنتك، وربنا يهنيكم يا رب، وربنا يكرمنا أزواج بنات يكونوا بارين ببناتنا ويبقى عارفين يعني إيه معنى البنت. ما يقلوش منها، ما يقلوش من أهلها، ما يظلمهمش. ربنا يبعت لنا يا ربي اللي بيبقى شبه تربيتنا وشبه أخلاقنا وشبه